اموركم هانيه واحوالكم طيبه. واليوم فيديو جديد واللي غيكون على جوج ديال الحوايج. اول حاجه اللي هو واحد النقيع اللي كنستعملوه لواحد الحاجه اللي ما كاينش اللي ما جربهاش، واللي هي الالم ديال الاسنان. منين كنمشيو كنحيدو شي سنه اولا شي ضرسه. اول حاجه هاد النقيع هذا كينفعنا، كيحبس لينا داك النزيف من مورا ما كنحيد ديك السنه اولا الضرسه. وثاني حاجه ملي كيحيد المفعول ديال البنج كيجي ديك الساعه داك الالم. هاد النقيع هذا كيحبس لينا النزيف، وفي نفس الوقت كيعاوننا حتى انه كيهدل لينا داك الالم. واللي كيتكون غير من 3 ديال المكونات. هاد المكونات هادو اللي كنشدهم وكنحضرهم انايا قبل ما نمشي عند الطبيب ديال السنان اولا الدونتيست، قبل ما نحيد، حيت خصو يستعمل بارد. حيت ملي كنحيدو شي سنه اولا ضرسه الطبيب تيقول لك ما تشربيش شي حاجه اللي هي سخونه، ما تمشيش للحمام، ما تدوشيش، حيت بطبيعه الحال اي حاجه سخونه فهي كدير لنا نزيف. ديك الساعه كيكون الدم باقي سخون، فغادي يتسبب لنا هادشي بنزيف. هادشي باش انايا هاد النقيع هذا كنحضرو عاد كنمشي، وفي نفس الوقت ملي كترجعي كيحيد داك المفعول، ما كتوصلي للضغط تيحيد المفعول ديال البنج، يعني ما كيبقاش عندك المورال انك تسناي انك تحضريه وتسنايه يبرد. فانا كنحضرو عاد كنمشي عند الطبيب ديال السنان. وهاد النقيع هذا البامبوش هذا راه غير ب3 ديال المكونات كاينين غير في الدار، ولكن راه عن تجربه راه كيهنيوك من داك الصداع وكيحبسوا لك داك النزيف. من بعد ما كتدخلي مع الدونتيست ملي كتحيدي داك القطن اللي كتكون دايره لك، كتشلي به فمك، كيكون بارد ماشي سخون. كتشلي به فمك صافي كتلقاي داك الدم تحبس، وحتى داك الالم حتى هو كيفوت. وكذلك هو تينفع حتى ملي كضرك شي سنه ولا شي ضرسه، ولكن كتكون اللحم مريضه، يعني ما تقدريش تصبري حتى صبر لك اللحم. حيت الا كانت اللحم مريضه اي دونتيست او اي طبيب ديال السنان ما غاديش يحيدها لك، كيقول لك سيري تصبر لك اللحم عاد اجي نحيدها لك. في هذه الفتره هذه كيكون عندك واحد الالم اللي ما تصوريش. راه كلشي ما كاينش اللي ما جربش الالم ديال الاسنان. وكيف ما قلت لكم راه كيتكون غير من 3 ديال المكونات. عندنا هنايا الشاي الاخضر، اتاي او القرنفل والملحه. كنطبخوا كنديروا في كاسرونه، كندير فيها ما سخونه، انا راه ديجا رديتو، كندير فيه الشاي والقرنفل، كنخليهم حتى كيطبخوا. منين نطفي على البوطه وكنزيد ديك الساعه الملحه. ديك الساعه الملحه راه دغيا كتذوب في الماء. وهذا هو كيف ما قلت لكم، انا راه ديجا رديت الماء راه سخن ودابا طفيت ليه. كنديروا الشاي الاخضر، كنديروا الشاي باش يطبخ هو والقرنفل والملحه كنخليوها حتى التالي هي دغيا كتذوب. المهم كنطبخوا الشاي والقرنفل، عاد كنطفيو ليهم وكنضيفوا الملحه ديالنا. هادشي اللي كاين. وهذا هو النقيع ديالنا. كيف ما قلت لكم الا بغينا نمشيو نحيدو شي سنه اولا شي ضرسه كنوجدوه من بعد. انا هكا كندير باش الا جيتي تلقايه بارد مع الالم وداكشي ما غاديش يكون عندك المورال انك تسنيه تيبرد. كتقميه وكتمضمضيه به فمك مزيان، كيحبس لك داك الالم وكيحبس لك حتى داك الدم ما يبقاش غادي مع بحال هكا. الا كان داك النزيف كثير يتسبب فقر الدم. ومن بعد ما نبقاو غير كنشلو فمنا بزاف بالماء، خصوصا ملي كيبان لينا واحد جليده هكا، واحد الطبقه ديال الدم. كيبقاو كاين اللي كيبقى كيشل فمو بزاف. هذيك الطبقه ديال الدم راه كتنفع، كتكون بحال واحد الحاجز ما بين على الميكروبات والبكتيريا انها تدخل لك مع اللحم، فهي كتكون مزيانه. غير منين نديروا هذا النقيع هذا اللي هو بارد نقموا به الفم ديالنا نضمضوا فيه ويتحبس لينا النزيف، صافي ما نبقاوش نكثروا كثره التشلال ديال الفم باش ما حيت هذيك كيف ما قلت لكم هذيك الطبقه ديال الدم راه هي كتحمي لينا ديك الحفره اللي كتكون فيها ديك السنه اولا ديك الضرسه. اما الا كان عندنا غير الالم ديال الاسنان بسبب ملي كتكون منفوخه لينا اللحم اولا ومازال ما حيدناهاش،
فديك الساعه نقدروا نقمموا به الفم ديالنا، نضبطوا به الفم ديالنا. يكون دافي، ماشي مشكل. من الاحسن يكون دافي هذا الا مازال ما حيدنا السنه اولا الضرسه. فهو كي مزيان بزاف الالم ديال الاسنان، وسيرتو قلت لكم راه كتخليك حتى نصاصات الليل وتتقول لك الا نعستي هاني وانتي. ايوا دابا منين حضرنا هذا راه نمشيو دابا نحضروا البامبوش اليومي اللي كيتكون حتى هو من المكون الاساسي ديالو اللي هو القرنفل، اللي كيتعد مطهر ومحارب الميكروبات والجراثيم والبكتيريا ومسكن الم اللي هو قوي. وهذا البامبوش اليومي حتى هو كيتكون من 3 ديال المكونات اللي هما القرنفل اللي هو العنصر الاساسي اللي تقدري تستعمليه غير بوحديه، ولكن انايا كنزيد عليه السواك. هذا السواك هذا اللي مزيان اللثه ديال الاسنان، وكذلك زوين بزاف حتى للاسنان. كيف ما تنقولوا حنايا دونتيفريس طبيعي اللي كانوا كيتستعمل من زمان الزمن، راه معروف هذايا من ايامات جداواتنا كانوا كيستعملوه. كيخلي لهم السنينات هكا بيضين، ما يحتاجوا لا يديروا لا تبييض الاسنان ولا والو. وكيف ما قلت لكم كيحيد الروائح الكريهه ديال الفم، زوين اللثه ديال الاسنان، وكيساعد على تبييض ديال الاسنان. وكذلك تنزيد عليه حتى اللويزه. هاد اللويزه والقرنفل والشاي كانت تستعملهم واحد الطبيبه ديال الاسنان، كان عندها يومي كتدير هذا البامبوش هذا قبل ما تحك الاسنان ديالها، حيت كيف ما كنعرفوا الشاي والقرنفل كيخلي اللون ديال الاسنان شويه ما فاتحينش. داكشي باش هي كتستعملو كتمضمضم تدير به المضمضه قبل ما تدوز ما دير الدونتيفريز ديالها والشتاء. وانا زدت عليه هذا السواك المغربي. كيف ما قلت لكم كتشوفوا العيالات اللي كيديروا السواك لفمهم كيخرجوا لهم السنينات ديالهم هكا كيبريو بيضين ومزيان حتى اللثه. فحتى هو كندير ليه نفس الشيء، كنغليه بشويه ديال الماء وكنديرو في واحد القريعه. وقت ما كنبين قبل ما نحك الاسنان ديالي كندفي داك الشويه اللي بغيت نستعمل، نديرو به المضمضه واحد 5 دقائق هكاك الفم ديالي مزيان حتى كيستافدوا من المفعول ديال هذا القرنفل والسواك. وحتى اللويزه حتى هي راه زوينه بزاف، حتى هي نفس الشيء كنديرها في هاد 3 المكونات القرنفل السواك المغربي واللويزه، حتى هما كنديرهم في كاسرونه وكنديرهم في الماء حتى كيغلي. وهادو هما جوج ديال المكونات ديالنا. هذا اللي كنستعملو منين كنحيدو شي سنه اولا ضرسه بارد، اولا ملي كيكون عندنا الالام وحنايا مازال ما حيدنا لا ضرسه ولا سنه، المهم كتكون ضرنا ديك اللحم وكيعطينا داك الالم، واللي كيتكون من القرنفل والملحه والشاي الاخضر. وهذا النقيع الثاني اللي البامبوش اليومي اللي كنستعملو قبل ما نحكو الاسنان ديالنا، واللي كيتكون من القرنفل والسواك المغربي واللويزه، واللي كنستعملوه دافي بطبيعه الحال. وهذا هو الفيديو ديال اليوم اللي كيتكون من 2 الحوايج: النقيع ديال الالم ديال الاسنان والبامبوش اللي كنستعملو يوميا قبل من التنظيف ديال الاسنان. نتمنى يكون عجبكم وفادكم بشي حاجه، ونقول لكم فيديو جاي ان شاء الله. بسلام عليكم.